صراحة أظن بالنسبة لريال سوسيداد أحد أفضل الأشواط منذ بداية الموسم. سيطر بشكل كبير، خلق العديد من الفرص، مرتين على العارضة ومرة الكرة تقريبا تتحول عندما صدمت باللاعب روديغر. تتذكر ايش قال لك هيثم فاروق قبل شوي؟ ايش قال لك؟ مدريد كان قال لك لا تقول ريال مدريد محظوظ، قال ريال سوسيداد مش محظوظ. صحيح ما كانش محظوظ لانه كانت هناك صح فرص، تقدم شوط جيد، لعب بكثافه، لعب بقوه بنديه خصوصا في وسط الملعب في عمليه افتكاك الكره، ثم شاهدنا العديد من الفرص، هناك المساحات وراء المدافعين خصوصا روديغر مع اللاعب ميليتاو. الشيء الجيد اخر هو انه دائما فريق ريال سوسيداد اعتمد اكثر شيء على التسديد، وفي المرتدات دائما كان سريع خصوصا لاعب صديق ولاعب بيكر يمكن اتاحت العديد من الفرص. هنا المحاوله الاولى لاعب سوسيتش تسديده قويه صاروخ محظوظ، يعني لم يكن محظوظ لانه كانت شو طارق الجامع في عزه ايام حياته. صح. من ثم جاءت فرص فقر ريال مدريد. محمد افتقد بعض الشيء اللي دائما الجهه اليسرى هي اللي كانت اكثر، يعني عندما كان مبابي يلعب كقلب هجوم كانت رقابه جيده، خصوصا من نايف اكرد قدم شوط جيد اليوم، لكن عندما تحول الجهه اليسرى اصبح اخطر، عندما اصبح الجهه اليسرى في مراوغه اللاعب ارامبورو. هذه فرصه ثانيه فرص كثيره. هناك عدم تركيز كذلك للاعبين، عدم دقه في التركيز خصوصا لاعب بيكر هنا، لكن العموم شوط جيد، شاهد العديد من الفرص، شاهدنا سرعه، شاهدنا نسق عالي جدا. اصابه كذلك ابراهيم مع بدايه المباراه اثرت على الفريق خصوصا من الناحيه اليمنى، كان قدم شوط جيد لاعب ابراهيم في عمليه دائما تفاهم كبير بينه وبين اللاعب مبابي في عمليه التمرير وكان عمليه الكرة اكثر. مشهد وسط الملعب يعاني اليوم فريق ريال مدريد، ليست هناك القوه البدنيه خصوصا في عمليه الضغط اكثر، خصوصا لاعب مودريتش مع اللاعب فالفيردي في عمليه افتكاك الكره ضعيف بعض الشيء، وحتى في نقل الكره بطيئين بعض الشيء. طبعا انت عارف ليش نصح هيثم فاروق النصيحه هذه؟ قال لك قول ريال سوسيداد مش محظوظ، لا تقول ريال مدريد محظوظ عشان تحافظ على علاقتك مع جمهور ريال مدريد. لا صح، اول جميل اول يعني تاكيدا لكلام كابتن هيثم. اليوم يعني ريال سوسيداد لو كان لديه نوع من التوفيق في بعض الكرات اعتقد كان ممكن يكون نتيجه مختلفه، بس حظ كورتوا بصلي الجمعه كورتوا. اي يعني كورتوا العارضه وقفت مع مدريد كثير. لذلك اليوم سوسيداد لعب بشوط الاول بذكاء، ترك الاستحواذ، نسبه استحواذ كبيره جدا لمدريد وصلت الى 63%، لكن اتكلم على الفعاليه في الملعب. سوسيداد اخطر اكثر وصولا للمرمى في هجمات خطره، وليس هجمات فقط لعمليه الاستحواذ، عمليه الانتشار. الجانب الاخر انا يعني بس في مشكله في ريال مدريد دكتور، هذا الشوط من اكثر الاشواط اللي وصل فيه الفريق المنافس لمرمى ريال مدريد باهداف محققه تقريبا من بدايه الموسم. وهذا يعني تكمله لكلام ان اول مره اشوف ريال مدريد بهذا السوء وبهذا الضعف وبهذه الاخطاء بالخروج بالكره. مدريد يضرب فيه المثل، لما اتكلم عن مدريد اتكلم عن المناطق اللي يخرج منها الفريق بسهاله بدون خطا، اللعب تحت الضغط عنده ما في مشكله، لكن اليوم اخطاء كثيره في الخروج في الكره. احد الاخطاء كان ممكن يسبب فيها هدف. الجانب الاخر في نوع، وهذا نوع يعني اعتقد ان انشيلوتي يجب ان ينتبه له، هي العشوائيه والفرديه. عشوائيه بالاداء بعض اللاعبين، والفرديه طغت على بعض اللاعبين سواء مبابي او فينيسيوس. ومبابي معظم الكرات اللي كان فيها خطير كان يبتعد عن المنطقه، كان يذهب الى الاطراف، لان شكل خطوره في بعض الكرات. نعم، لان التنظيم الدفاعي كان عميق جدا وجيد وصلب، فبالتالي ما هو افضل طريقه هو الابتعاد الى الاطراف، خروج الاطراف. حتى هذه الهجمه استلمها على الطرف وكان خطير عندما يذهب الى الاطراف. هو مبابي عندما يكون على الاطراف اخطر من يكون راس حربه، وهذه مشكله اخرى لانشيلوتي، لانه هو كيف يوظف مبابي، هل اللعبه على الجهه مع رودريجو فينيسيوس او فينيسيوس مبابي. لغايه الان ما في شكل واضح بالنسبه للجانب الهجومي. وسط الملعب التعاون ما بين فالفيردي ولوكا اعتقد نوع من البطء والاخطاء في عمليه التمرير. لكن بصوره عامه مدريد يعني
وان كان بهذا الشكل ممكن كره ثابته يفوز، وهذا طبيعي جدا لان مدريد دائما جاته فرصه محققه لكره لوكا مودريتش. طبعا لوكا مودريتش والكره سجل مثلها بالضبط مع منتخب كرواتيا. نعم والكره هذه ايضا اوديجار اعتقد ارتقى، وكانت هناك في رده فعل ممتازه من حارس المرمى. لكن لغايه الان الفريق لما تكلم عن مدريد تكلم عن شكل مختلف، شخصيه واضحه جدا. هذه مراوغه حلوه ذكرتني برونالدينيو، هذه مهاره. حركه رونالدينيو المفضله كانت. طبعا رونالدينيو كان يضيع فريق بهذه اللعبه يعني هو سوى كل شيء لكن التنفيذ هو كان هناك في خفه تحرك، لكن التنفيذ كانت من خارج الكره ممكن تلف الى داخل المرمى. بس كل الفرص الاربعه لكليان كانت من الاطراف، كلها من الاطراف تقريبا من لان فريق سوسيداد تنظيمه رائع جدا في عمق الملعب، اتجه الى الاطراف، لان الاطراف دائما تكون هناك واحد اثنين ومساحات، وهذا ما يتطلبه طبعا مبابي في عمليه خروجه الى خارج الملعب لاستلام الكره ودخوله الى عمق الملعب. عنده اختيارات كثيره جدا سواء تسديد تمرير حتى وسط الملعب طارق سيء. اليوم اختيار قاد بسرعه يوصل ريال سوسيداد الى منطقه ريال مدريد، خصوصا في عمليه اشتكاك الكره دائما مواجهين مع المدافعين. بالتالي يجب يكون هناك تغيير على وسط الملعب اكثر لريال مدريد. الشوط الاول كان ممتعا، لم نشاهد